مش كل يوم بيعدي وخلاص. في أيام بتنزل فيها أفلام بتغير التاريخ. النهاردة يوم من الأيام دي. تعال نشوف إيه الفيلم اللي اتعرض في اليوم ده. تعال نكمل اليوم بالأعمال الفنية اللي اتعرضت يوم 13 يناير. حاجة اتعرضت وبقت تاريخ. وأول عمل فني معانا فيلم أجراس الخطر اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1986. وتاني عمل فني معانا فيلم لقاء مع الماضي اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1975. وتالت عمل فني معانا فيلم ضربة القدر اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1947. ورابع عمل فني معانا فيلم على ضفاف النيل اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1963. أما العمل اللي هنتكلم عنه دلوقتي عمل كلنا بنحبه شادر السمك اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1986. ولن ننسى إن في ذاك اليوم اتعرض فيلم بكرة أحلى من النهاردة اللي اتعرض يوم 13 يناير 1986. ومسرحية تخاريف اللي احنا كلنا بنحبها من أهم مسرحيات العيد اللي بتتعرض كل سنة اللي اتعرضت يوم 13 يناير سنة 1989. ولن ننسى فيلم بنت الباشا المدير اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1938. وفيلم بنت البادية اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 1958. والمسلسل الشهير اللي كلنا بنحبه عيون القلب اللي اتعرض يوم 13 يناير سنة 2015. ولأن يومنا لسه مخلص تعالى نتكلم عن الأعمال الفنية اللي اتعرضت في نفس اليوم. حاجة اتعرضت وبقت تاريخ. وأول عمل فني معانا زمان يا حب اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1973. وتاني عمل فني معانا فيلم كلنا بنحبه البحث عن فضيحة اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1973. وتالت عمل فني معانا فيلم السكرية اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1973. أما الفيلم اللي هنتكلم عنه دلوقتي ذات الوجهين اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1973. ولن ننسى إن في هذا اليوم اتعرض فيلم كلنا بنحبه ألمظ وعبد الحمولي اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1962. والفيلم الكوميدي جدا اللي احنا كلنا بنحبه حب البنات. هو مش كوميدي جدا، هو كوميدي على رومانسي على دراما على حاجة كده خلطة مصرية. اتعرض يوم 14 يناير سنة 2004. ولن ننسى الفيلم اللي كان من بطولة فتى الشاشة الأول فيلم النمر اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1952. وفيلم مرت الأيام اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1954. والفيلم الشهير اللي اتعمل بعد كده مسلسل المال والبنون اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1954. وآخر عمل فني معانا النهاردة فيلم الشياطين في أجازة اللي اتعرض يوم 14 يناير سنة 1973. وكلامنا دلوقتي عن الأعمال الفنية اللي اتعرضت يوم 15 يناير. وأول عمل فني معانا فيلم الرجل المناسب اللي اتعرض يوم 15 يناير 1970. وتاني عمل فني معانا فيلم المشخصاتي اللي اتعرض يوم 15 يناير 2003. وتالت عمل فني معانا فيلم يوم سعيد اللي اتعرض يوم 15 يناير 1940. والفيلم اللي بعد كده فيلم الفلوس، لا مش بتاع تامر حسني، ده الفيلم الأصلي اللي اتعرض يوم 15 يناير 1945. والمسلسل الشهير مسلسل الضحية اللي اتعرض يوم 15 يناير 1964. ولن ننسى فيلم ستات عفاريت اللي اتعرض يوم 15 يناير 1947. والفيلم الكوميدي الشهير السيد أبو العربي وصل اللي اتعرض يوم 15 يناير 2005. وفيلم بدون رقابة اللي اتعرض يوم 15 يناير 2009. وآخر عمل فني معانا ديل السمكة اللي اتعرض يوم 15 يناير 2003. رحلتنا النهاردة خلصت، هنستناك بكرة مع رحلة جديدة ويوم جديد.